ولما بترجع سميحة على البيت مش بتلاقي بنتها سماح، وبتقرر تكمل مع السواق عشان تدور على بنتها. ولما أكرم بيروح الشغل بيسألوه انت بصمت على الجهاز بتاع البصمة ولا لأ؟ بيحاور عليهم في الكلام وبيتوه عشان محدش يمسك عليه غلطة. وفي الآخر بيطلب من المدير إذن عشان يروح ينام. وبيروح البيت يحكي لمراته اللي حصل له مع الدكتورة سميحة، وبيتصل السواق بأكرم وبيقول له ان الدكتورة سميحة معاه. فبيرد عليه أكرم وبيقول له يوصله عندهم في المانيال. وبيتكلم وائل صاحب الشقة مع سمير ابن عم جلال المسيطر، وبيحكي له عن اللي حصل معاه النهاردة من الدكتورة سميحة، واللي بيتوتر قوي لما بتوصل له الرسالة دي. وبتوصل سميحة لبيت أكرم بعد عذاب، وبعد كل ما في المنطقة بيتلموا عليهم لأنها خايفة تتصدم في البيت زي ما اتصدمت في بيتها لما طلعت ولقت ناس أغراب فيه. وبتوصل أم بويكا وبترحب بسماح وبتقول لها اعتبري نفسك في بيتك. وبتدخل مرات أكرم الأوضة، بتلاقي الدكتورة وابنها نايمين وساحبين على الرابع. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت دراما.